هاي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده يعني أول فيديو أصوره هنا على القناة دي، وحابة بما إنه هو أول فيديو يعني إن أنا أعرف نفسي فيه الأول وأعرف المحتوى إن شاء الله اللي ناوي أعمله. أنا دلوقتي ببدأ القناة في وقت آه يعني يمكن آخر وقت كنت ممكن أتوقع إن أنا أبدأ فيه، وأكتر وقت مش مستعدة أبدأ فيه، بس أنا هبدأ وخلاص. يعني أنا مش هحط في دماغي حاجة تانية انا هبدأ وهستمر بإذن الله وزي ما ربنا عايز. انا رودينا، عندي 24 سنة، هكملهم ان شاء الله في شهر 5. بدرس في كلية تربية، تخصص لغة عربية ودراسات إسلامية. هنا ان شاء الله قناتي رودي لايف ستايل او رودينا لايف ستايل. ان شاء الله باذن الله يعني هعمل عليها كل حاجه. عندي طاقة حلوة عايزة أبثها للناس كلها واستفيد أنا منها قبل أي حد. هعتبر الفيديو ده حجر الأساس اللي أنا هبني عليه بإذن الله بقية الفيديوهات بعد كده وبقية المحتوى بتاعي. ان شاء الله. انا شخصيه شغوفه جدا، طموحه جدا جدا جدا، ويمكن ده ينقلنا للسبب اللي انا فتحت علشان القناه دي. انا اولا حابه اشارك معاكم التفاصيل الجميله اللي في حياتي واللي مش جميله كمان. هكون شفافه وحقيقيه وصريحه وهحكي كل حاجه. طبعا كل حاجه في وقتها، يعني في حاجات مش عارفه احكيها دلوقتي، هحكيها بعدين وانا في مكان تاني، في مكان اعلى، من منطقه قوه يعني زي ما بيقولوا. هحكي كل حاجة معاكم واخد رأيكم، وكلنا ناخد رأي بعض، يعني نبقى صحاب كده. انا حابة ان انا اتعرف على الناس اللي شبهي هنا في اي مكان. انا محتاجة يبقى في ناس شبهي اعرفهم ويعرفوني ونحس ببعض ونبقى منطقة امان في حياة بعض. محتاجة اكون منطقة امان لناس والناس تبقى منطقة امان ليا، لانه احنا لازم يبقى لينا دور جميل قوي في حياة بعض. الحاجة التانية، انا عندي رسائل كتير محتاجة اوصلها، وعندي صوت محتاجة اوصله لاكبر عدد ممكن من الناس. يمكن حد يستفيد، يمكن اقول لكم حاجة من يعني من وقت انا مريت بحاجة مثلا وحشة، اقول لكم ان الحاجة دي وحشة انه لا، لما تلاقوا كده اهربوا. طبعا مش قصدي ان احنا نحكم على تجاربنا من تجارب غيرنا، لا بالعكس، كل واحد يعيش ويجرب ويشوف بنفسه. بس في حاجات بتبقى باينه، بتبقى في ريد فلاجز كده، بتبقى واضحه، اللي هو بس انت شفت الحاجه دي اخلع، ما ينفعش تكمل عشان محدش هيخسر غيرك. فانا هنا عشان اوصل رسايلي واوصل صوتي واشارك معاكم كل حاجه. يعني مش حابة استفيد لوحدي من التجارب القاسية او الصعبة اللي انا مريت بيها او اللي لسه بمر بيها لحد قبل ما اصور لكم الفيديو ده ب10 دقايق. يمكن اقدر انقذ حد، بس يعني يمكن اقدر انقذ حد زي ما انا بحاول انقذ نفسي. يعني وارد. عندي كلام كتير قوي عايزه اقوله ودروس صعبه قوي قوي عايزه انقلها، اقول استفدت ايه منها وايه اللي ممكن اعمله عشان الحاجات دي متتكررش تاني، وازاي نقدر نفسنا ونعرف قيمه نفسنا ونبعد عن اي حاجه بتاذينا، وحاجات كتير كتير باذن الله. وزي ما قلت لكم، اي مهاره هتعلمها، اي لغه، اي شغلانه، اي حاجه، اي حاجه حرفيا انا هاجي اقولها لكم واعملها معاكم عشان الناس اللي شبه بعض تتجمع عندي، والناس اللي شبهي اتجمع معاها. دي هتكون حاجه جميله قوي ليا. يعني الحاجه دي لو حصلت دي لوحدها بجد خلاص مش عاوز حاجة تاني. وطبعا احنا دلوقتي في اول السنة الجديدة، فعايزين نتكلم ازاي ان ممكن السنة دي تبقى مهد لنجاحات وحاجات كتير حلوة السنين اللي جاية، نمهد بيها السنين اللي جاية بإذن الله. استنوا اول فيديو بإذن الله من سلسلة رحلة هينزل بكرة بإذن الله. هنتكلم فيه عن ازاي تبدأ متأخر وتسبق الكل.